وهو ده بقى بصراحة المستقبل. يعني انا شايفه هو ده المج المستقبل. انا بس بصراحة جربته حكاية مش ممكن. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. والنهاردة معلش حلقة سريعة كده. بالصدفة جالي مج زي ما انتم شايفين كده، هوت لسه مج جديد، وقلت اما اجربه ونشوف. احنا طبعا بقى لنا فترة بنجرب في المجات الحرارية، فتعالوا نشوف المج ده، او نقدر نقول عليه ترمس لان هو حتى مكتوب عليه فاكيوم كاب. فتعالوا كده نشوفه ونشوف هل هو ان احنا نعمل ريفيو كده ونشوف ولا الدنيا ايه. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. تعالوا كده نطلعه من العلبه. زي ما احنا شايفين طبعا هو بسيط جدا، مفيهوش افكار خالص، يعني مفيهوش اي حاجه. انا بس بصراحه جربته حكايه مش ممكن. انا عايز اقول لكم ممكن تقعد الحاجه بالست سبع ساعات الدنيا تمام، وما شاء الله كويس جدا. وفعلا مج خفيف بسيط. هو زي ما احنا شايفين 500 ملي، بياخد نص لتر. بسيط، ما فيهوش افكار بقى ولا في زراير ولا بتاع. لا، هو مجرد انه يا دوبك المج بسيط، تقدر تشيله في الشنطه. مش يعني مش عريض، لا رفيع، تقدر ان انت تحطه في اي شنطه في اي حاجه. وهو ده بقى بصراحه المستقبل. يعني انا شايفه هو ده المج المستقبل. طبعا من فوق ليه حته كده تقدر ان انت تشيلها، حاجه تمسكها في ايدك كويسه جدا. بس بصراحه انا شخصيا عاجبني جدا، وهبدا ان انا استخدمه. لانه لا هغير له بقى حجره ولا هعمل له مش عارف ايه، لكن يعتبر من المجات بصراحه العمليه جدا. مج لذيذ، مج بسيط، تقدر ان انت تاخده معاك في اي حاجه. وفي نفس الوقت برضو بيشيل كوبايتين، اللي هم الكوبايات الستاندر، اللي هو يعني الكوبايه بتبقى 250 مللي تقريبا، هو بيشيل 500 ملي لتر او نص لتر. ده طبعا كويس جدا. فحبيت ان انا استعرضه معاكم ونفكر بقى، لان انتوا شايف ان انتوا بتحبوا المجات قوي، وناس كتيره ياما بعتت لي على موضوع المجات ديت بكميات كبيره جدا. وانا طبعا عامل اكتر من مج في القناه، فممكن تشوفوه. هسيبه لكم في حرف الاي فوق على الشمال او تحت في الديسكريبشن بوكس. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.